السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا بصحة وبعافية. الوصفة تاع اليوم هي تحلية باردة، تقدم في المناسبات، مختلف المناسبات، تلبية لطلب العديد. هكذا نخرج عن المألوف تاع الكيسان ولي فيغين ولي طارتولات. ان شاء الله تعجبكم وتتوفقوا فيها. وهي تقدم، يعني يقدموها ناس قسنطينة بزاف في الصمات اللي هو السني اللي يتحط مور القهوة، ويكون فيه تحلية باردة كما هذه ولا محلبي، بالإضافة إلى الشريك القسنطيني. كاين لي فوس باش، مهم فواكه فيه، يعني عدة تقديمات ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتنجحوا فيها. فقط اللي يشوف القناة لأول مرة نقول له انه يشترك ويفعل الجرس، لانه ما زال هنالك العديد من الوصفات. وانا خيرت لكم هذا الوصفة لانه قرب رمضان، يعني عصفورين بحجر واحد، منها المناسبات ومنها ايضا ديروها في رمضان، ولما لا. بنينة بزاف. نبداو على بركة الله في المقادير. لهنا نجيبو الايجاز، وعندي اولا نسيرو لازم نطيبو. ندير مكيال تاع سكر بمكيالين تاع ماء. السيرو تاعي لازم يطيب تقريب واحد 15 دقيقة. كي يغلي راح نلوحلو نجمة الارض، وراح ندير الايجاز تاعي مقشر. الايجاز تاعي راح نخليه يغلي. الايجاز تاعي طايب نخليه ما ب10 دقائق ونطفيله. ما بغيتهاش تحرحر لي، ما بغيتهاش تطيب لي، باش نحافظ على الشكل تاعها ونخليه يبرد في جهة. ونجي نخدم اون كريم باتيسيير. لهنا عندي الحليب تقريبا 300 مليلتر، وعندي صفار بيضتين. الحليب حطيت 3/4 تاعو يدفى، وخليت الربع بارد. ولهنا الصفارين زدت عليهم السكر. نخلط مليح ونضيف ملعقة ونصف تاع نشاء، يعني مبغيش نديركم بالجرام هكذا. هكذا به اي سيدة تقدر تدير. نخلط مليح، من بعد نضيف الحليب البارد وانا نخلط. بعدها نضيف الحليب اللي يكون دفا، نضيفه تدريجيا هكذا باش ما يطيبش البيض. من بعد نعاود نرد الخليط هذاك في لاكاسرول تاعي، نعاود نردو فوق نار هاديه، ونقعد نخلط حتى يعقد الخليط ويثقل. وما يديناش حبيبات. من بعد نلوح تقريبا نصف ملعقه تاع زبده، ونخلط وهو سخون باش نذوب لي الزبده تاعي. ونزيد نكهه الفانيليا باش نحافظ على النكهه تاعها في الاخير. ونخلط جميع المكونات حتى تنسجم. ها هي كيك ما كنت تشوفوا فيها كيفاش جاتني، يعني ليس مليحه. من بعد نحطها في اناء باش تبرد لي، ونغطيها مليح بكيس بلاستيكي لازم يلامسها هكذا باش ما ديرليش القشره هذيك من فوق. ولهنا حنطلع لا كريم شانتي، يعني تقدروا تطلعوها بلا كريم فريش ولا بغبره الشانتي. انا حنديرها بغبره الشانتي. وش درت عندي لهنا؟ درت نصف الكيل تاع السيرو ونصف الكيل تاع الحليب، ودرت كيل غير ربع تاع لا شانتيي، وطلعتها لازم يكونوا باردين باش تطلع لي لا شانتيي. طلعتها مليح حتى كي ثقالت كما راكم تشوفوا. من بعد راح نجيب الكريمه تاعي بعد ما تكون بردت. لازم تكون الكريمه بارده، يعني لازم نبردها. راح نخفق الكريمه تاعي اولا، من بعد نضيف هذه كريمه الشانتيي ونزيد نخفق هكذا باش تندمج ونتحصل على كريمه خفيفه بزاف. هذيك هي لا كريم دبلومات. يعني هكذا تقعدنا مرحله فقط في هذه الكريمه. حنخلي الكريمه تاعي في الثلاجه تبرد،
ولهنا حنجيب الشوكولا، من الاحسن نجيبو لومباسادور تكون كحله نوار، لانه الكريمه راهي حلوه والشوكولا كي تعود نوار مره، يعني هكذا نديرو انسجام في الذوق. جبت لهنا ياغورت طبيعي او كريمه طازجه، راح نضيف حنذوبهم على حمام مائي، يعني نذوب الشوكولا من بعد نضيف عليها الياغورت الطبيعي ونخلط حتى نتحصل على غاناش. كما كنت تشوفوا لازم يكون يكون شويه يعني طالق روحه. من بعد نحط الكريمه في الصحن، يعني هنا مرحله التزيين، وجدت لاغاناش تاعي او كريمه الشوكولا تاعي، وانا الشوكولا نذوبوها نضيفوا لها الياغورت الطبيعي حتى تطلق روحها. من بعد نحط الكريمه تاعي في الصحن، ولهنا الاجاز تاعي نغلفو في في لاغاناش تاع الشوكولا ونحطو في جهه، وندير هذيك الكريمه تاع الشوكولا. يعني بعد ما نغلفو الاجاز تاعنا، حبذا لو كنزيدو كميه تاع الياغورت، خاصه كان درتو ياغورت طبيعي، لانه من بعد يتجمد لكم الكريمه مش كيما لا كريم فريش فيها، يعني تخليها طريه. يعني من بعد ما نغلفوا الاجاز نعاود نقول الكريمه هذيك تاع الشوكولا نضيف لها كميه تاع ياغورت باش نزيد نحرحرها مليح باش تولي لي سائله اكثر، ونحطها فوق الكريمه. من بعد بهذاك الكوردون او هذاك العود الخشبي راح ندير خطوط كما راكم تشوفوا تاع التزيين، ونحط الاجاز تاعي في المنتصف. عليها ما حطيتش الاجاز تاعي في الاول، حطيته مع الاخر هكذا باش نميز البلاصه تاعو مليح. ونزين بالمكسرات خاصه اللوزي فيلي او الكاوكاوي فيلي محمص، كل واحد ومقدوره. ان شاء الله الوصفه برك تكون نالت اعجابكم، راهي كي مليحه ما شاء الله وتحمر لكم وجوهكم لعديد الافكار تاع مناسبات. باذن الله خليوا لي تعاليقكم، ومازال نحطكم فيديوهات ان شاء الله، والسلام عليكم.